السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 3 محافظة الإسكندرية. الامتحان معانا صفحة 95 بكتاب الامتحان. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الأول معانا: أكمل العبارات الآتية. رابطة تنشأ بين ذرات العناصر اللافلزية هي الرابطة التساهمية. 2 ملغى عليكم، و3 ملغى عليكم. 4 تآكل أجزاء من الآلات يحدث نتيجة لقوة الاحتكاك. ب حدد نوع التفاعلات الكيميائية التالية. أول تفاعل معانا NH3 ده مركب زائد HNO3 ده برضو مركب، يبقى التفاعل هيبقى ايه؟ تفاعل اتحاد مباشر لمركب مع مركب. 2 2NO ده ايه؟ مركب زائد ايه؟ O2 ده ايه؟ عنصر، يبقى التفاعل ايه؟ تفاعل اتحاد مباشر لعنصر مع مركب. يبقى 1 تفاعل اتحاد مباشر لمركب مع مركب، 2 تفاعل اتحاد مباشر لعنصر مع مركب. السؤال ج: فسر ما يأتي. موجات الضوء من الموجات الكهرومغناطيسية لأن الضوء يمكنه الانتشار في الفراغ. السؤال اللي بعد كده رقم 2: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: تحتل الأرض من حيث الحجم الترتيب الرابع في المجموعة الشمسية. اندفاع الركاب للأمام عند توقف الحافلة المتحركة فجأة نتيجة لقوة القصور الذاتي. المركب الذي يحتوي على 6 ذرات أكسجين هو نترات الكالسيوم. 4 يتغير وزن الجسم من مكان لآخر على سطح الأرض نتيجة لاختلاف عجلة الجاذبية الأرضية. السؤال ب: ادرس الأشكال التالية ثم حدد أي منهم يمثل غاز خامل وأي منهم يمثل أيون موجب. أول حاجة معانا مدينا داخل النواة 17، المستوى ك ب2 والمستوى ال ب8 والمستوى ام ب8. 2 و8 10 و8 18. العدد اللي داخل النواة 17، اللي داخل النواة 17 واللي خارج النواة اللي هو التوزيع الإلكتروني معانا ب18. يعني معنى كده ان الذرة دي اكتسبت 1. ليه؟ لان هي اساسا لما توزع العنصر هيبقى 2 8 7. اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب7. يعني الذرة دي هتكتسب كام عشان تكتمل وتبقى 8؟ هتكتسب 1. عشان كده بقت 18. لما الذرة بتكتسب بتتحول لأيون سالب، دي أيون سالب، يبقى دي مش هينفع ناخدها. هنا 18 داخل النواة، لما نيجي نوزع 2 8 8 يبقى 18، وهنا 18 بس اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب8. يعني معنى كده اللي هو مكتمل بالالكترونات. مادام مكتمل بالالكترونات يعني لا يشترك في التفاعلات الكيميائية ولا بيفقد ولا بيكتسب، يعني غاز خامل. يبقى الغاز الخامل معانا ايه؟ معانا رقم 2. طب هنيجي هنا اللي داخل النواة 19، هنيجي نعد اللي خارج النواة اللي هي الالكترونات. 2 و8 10 و8 18. داخل النواة 19 وخارج النواة التوزيع 18. يعني معنى كده ان العنصر ده افتقد اللي هو الواحد اخر مستوى للطاقة، لان هو اساسا توزيع 19 كام؟ المستوى ك ب2 والمستوى ال ب8 والمستوى ام ب8 والمستوى ان ب1. هو افتقد الواحد ده، يعني الذرة لما بتفتقد بتتحول لأيون موجب. يبقى فين الأيون الموجب؟ الأيون الموجب معانا رقم 3. يعني هنا ده أيون سالب، وهنا ده غاز خامل، وهنا أيون موجب. هنا أيون سالب لأن الذرة دي اكتسبت 1، وهنا غاز خامل لأن الذرة دي آخرها 8 يعني لا بتفقد ولا بتكتسب، وهنا أيون موجب لأن الذرة دي فقدت 1. وهنا الغاز الخامل رقم 2 والأيون الموجب رقم 3. السؤال اللي بعد كده ج: ما اسم الملوث الكيميائي الذي يتسبب في رفع درجة الحرارة الجو ويعمل على عمل الصوبة الزجاجية؟ غاز ثاني أكسيد الكربون هو الذي يتسبب في رفع درجة الحرارة الجو ويعمل على عمل الصوبة الزجاجية. السؤال 3: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1 ملغية، ورقم 2 طبقة من الأرض تحتوي على الفلزات بصورة منصهرة ده اللوب الخارجي. مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن التفاعل الكيميائي. المعادلة الكيميائية الرمزية. مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروكسيد السالبة، طبعا القلويات اللي هي ال HO سالب. أو لو كان قال لك مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين الموجبة كنت هتقول ايه؟ الأحماض. السؤال ب: احسب وزن جسم كتلته 50 كيلو جرام. احسب وزن جسم كتلته 50 كيلو جرام.
علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع. وزن الجسم ده ليه ايه؟ قانون. القانون بيقول ايه؟ وزن الجسم بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة معانا بكام؟ ب50، وعجلة الجاذبية معانا بكام؟ ب9.8. 50 في 9.8 هيساوي كام؟ 490. 490 ايه؟ وحدة القياس نيوتن. ليه؟ لأن احنا بنحسب الوزن. يبقى تاني الكتلة ب50 وعجلة الجاذبية ب9.8 هيساوي 490 نيوتن. السؤال اللي بعد كده رقم 4، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. من الأملاح التي لا تذوب في الماء كلوريد الصوديوم. طبعا خطأ. ليه؟ لأن من الأملاح التي تذوب في الماء كلوريد الصوديوم. يبقى تصويب الخطأ تذوب بدل لا تذوب. توجد داخل الإنسان قوة تحافظ على بقائه. صح. 3 تكافؤ النحاس ثنائي وأحادي. صح. 4 يخفف غاز الأكسجين من تأثير غاز النيتروجين في عمليات الاحتراق. خطأ. ليه؟ لأن هنا عكس لك السؤال، المفروض نقول يخفف غاز النيتروجين من تأثير غاز الأكسجين في عمليات الاحتراق. ب، من الشكل الذي أمامك أجب عما يأتي. ماذا يحدث عند تقريب برادة من الحديد إلى المسمار؟ اللي هيحدث هنقول يحدث تنجذب برادة الحديد إلى المسمار. يبقى إيه اللي هيحدث؟ تنجذب برادة الحديد إلى المسمار. السؤال اللي بعد كده، ما نوع القوة؟ ما نوع القوة التي تتولد نتيجة مرور التيار الكهربي؟ ما نوع القوة التي تتولد نتيجة مرور التيار الكهربي؟ طبعا بتكون قوة مغناطيسية. قوة ايه؟ مغناطيسية. يبقى رقم 1، ماذا يحدث عند تقريب برادة من الحديد إلى المسمار؟ اللي هيحدث تنجذب برادة الحديد إلى المسمار. ما نوع القوة التي تتولد نتيجة مرور التيار الكهربي؟ قوة مغناطيسية. ما نوع الرابطة في أكسيد المغنيسيوم؟ رابطة أيونية. طب ليه يا مس قلنا رابطة أيونية؟ دي محتاجة شرح شوية. أكسيد المغنيسيوم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مغنيسيوم وأكسجين. المغنيسيوم رمزه Mg والأكسجين رمزه O. المغنيسيوم عدد الذري بيكون 12. لما نوزع ال 12 المستوى كده هيبقى ب2 وال ب8 وام ب2. 2 و8 10 و2 كام؟ 12. ادي ال 12 وزعناها. اخر مستوى للطاقه معانا بكام؟ معانا بكام؟ معانا ب2. يعني ذره المغنيسيوم دي هتفقد اخر مستوى ولا هتكتسب؟ هتفقد اخر مستوى للطاقه. طب ليه يا مس هتفقد؟ لان احنا قايلين الواحد والاثنين والثلاثة الذرة بتفقد، وهنا 2 يعني معنى كده ان الذرة هتفقد اخر مستوى، والذرة لما بتفقد بتبقى ملفلزات وبتتحول الى ايون موجب. هنيجي للاكسجين عدد الذري بيكون 8. المستوى كي هيبقى ب2 والمستوى ال ب6. اخر مستوى للطاقة معانا بكام؟ معانا ب6. يعني ذرة الاكسجين دي هتكتسب ولا تفقد اخر مستوى؟ طبعا هتكتسب. طب ليه؟ لان احنا قايلين ال5 وال6 وال7 الذره بتكتسب وبتتحول الى ايون سالب وبتبقى من لافلزات. طب يا مس امتى اقول تفقد؟ لما يكون اخر مستوى للطاقه 1 و2 و3 بتفقد اخر مستوى. امتى اقول تكتسب؟ لما تكون 5 او 6 او 7. طب الذره لما بتفقد بتتحول الى ايه؟ الايون موجب، وبتتحول الى ايه كمان؟ بتبقى من الفلزات. طيب الذره لما بتكتسب بتتحول لايون سالب وبتبقى من ايه؟ من لافلزات. ماشي يا حبايبي؟ يعني هنا ذرة المغنيسيوم فقدت اخر مستوى للطاقة بقت من الفلزات وتحولت الى ايون موجب. اما الاكسجين بتبقى هتكتسب في اخر مستوى للطاقة هتبقى ايه؟ من لا فلزات وبتتحول الى ايون سالب. اصبح معانا هنا ايون موجب وايون سالب. هتبقى الرابطة الايونية. ليه رابطة ايونية؟ لان الرابطة الايونية تنشأ عن قوة تجاذب كهربي بين ايون موجب وايون سالب. الايون الموجب ده الفلز والايون السالب اللا فلز. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا امتحان محافظة الاسكندرية. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وربنا ينجحكم جميعا يا سنة اولى. ولو في اي حاجة مش فاهمينها من اللي انا قلته يا ريت تبعتولي في التعليقات وانا هرد على حضراتكم. انا بكرر ليه؟ لان التكرار بينبي المخ وبيثبت المعلومة. طيب يا مس انت حضرتك بدأت في امتحانات المحافظات بدري شوية. ايوه بدأت في امتحانات المحافظات بدري شوية، لان امتحانات المحافظات اسئلتها متكررة، وزي ما قلت لكم التكرار بينبي المخ وبيثبت المعلومة. كل ما بتحل في اسئلة المحافظات، احنا عندنا كذا محافظة، المحافظة الاولى والمحافظة الثانية والثالثة اسئلتهم متكررة برضو، والخامسة والسادسة اسئلتهم متكررة. فكتر ما بتكرر الاسئلة وكتر ما بتحلها معايا الامتحانات هتبقى سهلة وبسيطة عليكم. وفي علمكم يا سنة اولى ان الامتحان ما بيخرجش من امتحانات المحافظات اللي معانا في كتاب الامتحان.
وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. يا رب اكون افدتكم حتى لو ب1%. لو كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو على القناه. زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لان ده هيفيد حضرتك انت ان اي فيديو انا هنزله هيوصل لحضرتك بكل سهوله. مع السلامه بناتي واولادي الاعزاء، ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.